السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من حكاوي الملاعب. النهاردة هنتكلم عن مباراة الزمالك والبنك الأهلي واللي حصل فيها امبارح، وكمان المدير الفني القادم لنادي الزمالك بعد الاستقرار على رحيل يانيك فيريرا. ولكن قبل ما ندخل في الفيديو، فضلا وليس أمرا، لايك واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد في كرة القدم المحلية والعالمية. ويلا بينا نبدأ بسرعة. بص يا ابو الكباتن، امبارح في مباراة الزمالك والبنك الاهلي انا ما عنديش كلمة اقولها غير ان المباراة كلها من نادي الزمالك كانت سمك لبن تمر هندي. المدير الفني يانيك فيريرا موجود على الخط زي خيال المآتة، لا بيحل ولا بيربط ولا كمان عارف يعمل تكتيك ولا كمان عارف يعمل خطط وهجمات تكتيكية ان انت تقدر تخترق الخصم وتخترق الفرق اللي بتلعب قدامك زون. لكن انت مش بتركز في اي حاجة، انت واقف بره سرحان، واقف بره يعني ما عندكش اي فكر بصراحة. ما تمسكش مركز شباب، لكن بصراحة هي ارزاق، ومعرفش ازاي ده يمسك نادي كبير اسمه نادي الزمالك. البداية في المباراة بداية هادية، البنك الاهلي والله هو اللي كان مستحوذ الى حد ما، هو اللي كان ماسك المباراة لغاية ضربة الجزاء الوهمية، ضربة الجزاء الوهمية اللي حسبها محمود ناجي امبارح في المباراة. شفت ضربة الجزاء بكتير في البداية، قلت هي ضربة جزاء وانا كنت مقتنع بالكلام ده، لكن شفتها بفيديو اخر وشفتها بعد المباراة ما خلصت تماما، تأكدت ان الكرة دي خطأ من خارج منطقة الجزاء. ضربة جزاء وهمية احتسبها محمود ناجي، وكمان ما كلفش خاطره ان يرجع يشوف تقنية الفيديو. حتى يا سيدي شوف الفيديو وارجع مرة تانية احسبها، لكن على اقل حاجة ان انت كنت تشوف الفار، لكن الفار اصلا ما كلموش وقال له احسب يا ابو الكباتن، يلا بسرعة عايزين نخلص دنيتنا ونخلص المباراة. ضربة جزاء كانت على محمد اسماعيل، احد رجال ونجوم المباراة امبارح في مباراة البنك الاهلي، واحد من المدافعين المميزين منذ دخوله تشكيلة نادي الزمالك، وهو يؤدي بأداء مميز جدا 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 في الفترة الأخيرة والفترة اللي فاتت. ضربة جزاء أسامة فيصل هو اللي راح برجله يحط رجله قدام قدام محمد إسماعيل، و سقط وداس على رجله بعد لما سقط أسامة فيصل. ناس تتكلم كتير تقول لك ما هو اتزق من بره ما فيش مشاكل، لكن هو ساقط داس على رجله محمد اسماعيل. يا كابتن، يا اللي بتفهم كوره، يا اللي عندك كل القوانين في الكوره، العرقله منين؟ العرقله من خارج منطقه الجزاء، وكمان مش على خط منطقه الجزاء، لان لو على خط منطقه الجزاء فهي ضربه جزاء صحيحه، لان خط منطقة الجزاء يعتبر جزء من منطقة الجزاء. لكن الكرة دي اصلا قبليها باكتر من يردة ولا يردتين من قبل منطقة داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم قرر بان هو يحتسب ضربة الجزاء، ودخل أسامة فيصل حطها بهدف اول لنادي الزمالك. نادي الزمالك بعد الكرة دي على طول بدقيقتين ضغط ضغط جامد، دربكة جوه ال18 بفنت عالمي من ناصر ماهر يعدي، وبفنت ساحر من بزيرة يلف بالجزار ويشوطها لكن تترد للبلعوطي، يخش شيكو بنزا عفريت العلبة ده او اللهو الخافي ده يحط بدماغه تترد مرة تانية ويمد رجله ويحطها جول، هدف التعادل. وبعد كده انا ما شفتش الزمالك خالص ولا كمان شفت البنك الاهلي. يعني مباراة كانت عقيمة، مباراة كانت عبث كروي داخل ارضية الملعب. المباراة كلها بصراحة غريبة جدا. يانيك فيريرا معرفش يتصرف بأي حاجة، إمكانياته ضعيفة جدا فنيا، مفلس كورة، ما عندوش فكر خالص، ما عندوش أي تواجد فني ولا أي تواجد خططي، ما بيقراش اللعب، ما بيقراش الملعب. لكن ده حال نادي الزمالك الآن مع يانيك فيريرا. حتى دونجا كان واحد من أحسن لاعبين الزمالك امبارح، الوحيد اللي كان بيقطع لك كورة كويس بدون أي أخطاء، بدله. ناصر ماهر من أحسن مبارياته امبارح، بدله ونزل كمان مكانه مين؟ سيف جعفر. تغييرات غريبة، اداء غريب من المدرب، ولكن اتمنى زي الخبر ما اعلن ان الزمالك استقر على رحيل هذا المدرب. كده احنا خلصنا
بالنسبة لي كلامنا عن مباراة امبارح مفيش أي حاجة أقولها بصراحة غير حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص خلى الزمالك بالشكل اللي حضراتكم بتشوفوه. طيب، مين المدير الفني اللي جاي لنادي الزمالك؟ قلت في فيديو سابق إن موسيماني أقرب شخص لتولي المدير الفني لنادي الزمالك. ظهر اسمين تانيين على الساحة الكروية في نادي الزمالك، وبيتم وعلى مسؤوليتي الشخصية بيتم التفاوض معهم. طيب هتقولي طب ازاي بيتم يعني الكلام معاهم وموسيماني موضوع موسيماني اتقفل تماما بسبب الراتب الكبير بتاع موسيماني اللي هو 125 ألف دولار شهريا. يعني انت لو حسبتها 125 ألف دولار في الشهر، هقول لك بالظبط كام بالمصري، يعني حوالي 6 مليون 250 ألف جنيه في الشهر. لو في السنة هيبقى حوالي 75 مليون جنيه في السنة. ده رقم كبير جدا. الزمالك معهوش أي حاجة خالص فإنه يقدر يدفع مبلغ زي ده. موسيماني درب أهل جدة، كان معاهم في الدوري السعودي في الدرجة الثانية، صعدهم لدوري الدرجة الأولى يعني، وبعد كده إدارة أهل جدة قالت له شكرا. بعد كده درب أبها، هبط معاها، وأخيرا كان الاستقلال في إيران وبرضه رحل عن الدوري الإيراني وفريق الاستقلال. طيب، ظهر أيضا مدير فني آخر ومدير فني كبير، هو كارلوس كيروش، 72 سنة. برضو ده مستبعد بسبب ان الراتب بتاعه 230 ألف دولار شهريا. ده رقم وقدره، طبعا مش هنقعد نحسب كام بالمصري، لكن ده رقم كبير جدا جدا جدا، 230 ألف دولار. درب مين كارلوس كيروش في الفترة الأخيرة؟ درب منتخب عمان ومنتخب إيران أخيرا، وطبعا منتخبنا الوطني. وبالمناسبة والله كان أداؤه جيد مع منتخبنا الوطني، عينه حلوة جدا على لعيبة الصغيرة وبيعرف ينقي لعيبة، لكن دي الظروف اللي كان يتواجد فيها. كان اختياراته كان لمحمد عبد المنعم ايام ما كان بيلعب في فيوتشر، وظهر ظهور مميز في كاس العرب واخدوا النادي الاهلي مره تانية، وكان طبعا بيختار بعض اللعيبه اللي ما كانتش دائما بتدخل المنتخب، ولكن كان منهم رحمه الله عليه احمد رفعت، ربنا يرحمه يا رب. الاسم الذي يتردد بقوة داخل نادي الزمالك وتم التفاوض معاه في زوم ميتينج والحديث مع الوكلاء بتاعته، وكمان عملوا معاه هو شخصيا زوم ميتينج. والاسم اللي جاي ده مفاجأة، هو عموتة، الحسين عموتة، المدير الفني السابق للوداد المغربي. عموتة الراتب بتاعه 70 ألف دولار، راتب كبير شوية. يانيك فريرا بياخد 25 ألف دولار وعموتة بياخد 70 ألف دولار، لكن هو مدرب مميز عنده خبرات أفريقية كبيرة. آخر حاجة ليه خالص كانت منتخب الأردن، وما قبل منتخب الأردن كان درب الجزيرة الإماراتي، ودرب الفتح الرباطي المغربي والسد القطري والوداد المغربي ومنتخب المحليين في المغرب، وطبعا الجيش المغربي. طيب، ايه البطولات اللي خدها حسين عموتة مع الأندية او المنتخبات اللي دربها؟ طيب، مع السد القطري اخد دوري نجوم قطر سنة 2012 وكاس امير قطر والسوبر القطري. مع الوداد الرياضي دوري الابطال الافريقي والدوري المغربي موسم 2016-2017. طب مع الجزيرة الإماراتي خد الدوري الإماراتي سنة 2024-2025 وحقق بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين موسم 2020 وكأس آسيا مع المنتخب الأردني 2023. مدرب مميز، مدرب صغير في السن وكمان متمرس في القارة الأفريقية، بيعرف كل كبيرة وصغيرة عن أندية مصر، يعني الأهلي والزمالك تحديدا، فهو الأقرب بكل قوة. طيب نيجي بقى عند المشكلة، فريرا هيمشي ازاي؟ فريرا والله كانوا قايلين له عايزين منك أداء يكون جيد
لغاية بطولة السوبر المصري. أداء يخيب للآمال امبارح، فالزمالك أخذ قرار رسمي برحيل يانيك فيريرا، وبعد كده يحلها حلال، نتكلم مع بعضينا، نتفاوض، يحصل أي قعدات، لكن أنت هتمشي. والفترة اللي جاية دي هيمسك مدير فني مصري مؤقت لبطولة السوبر المصري. بعد بطولة السوبر المصري هيعلن عن المدير الفني القادم، وهو بشكل كبير جدا هو الحسين عموتة، المدير الفني السابق للوداد المغربي. يعني كده الحسين أو الحسين عموتة هو المدير الفني لنادي الزمالك القادم. اقول لك بنسبة 80 او 90% هو المدير الفني القادم لنادي الزمالك. لكن هيحصل ايه مع يانيك فيريرا انا معرفش، لكن خلينا نشوف وخلينا نتابع ايه اللي هيحصل بالظبط في الفترة اللي جاية. والزمالك داخل على بطولة السوبر في الامارات، هيكون اللي هيمسك الفريق الفترة دي مدير فني مؤقت، هيكون مدير فني مصري، واعتقد هيكون احمد عبد الرؤوف على ما اعتقد. وهيكون في الجهاز الجديد كمان لعموتة لو فعلا جه هيكون محمود فتح الله. ده كل اللي كان عندي النهاردة، حبيت اطلع اقول لك الكلام ده، يا رب تكون عرفت انا اكون وصلت لك المعلومة. لو عجبك الفيديو ما تبخلش عليا باللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد في كرة القدم المحلية والعالمية. واخر كلام اقول لكم سلام عليكم.